تعالوا نحضر ستيك فخم ولا أحلى مع الماش بوتيتو والخضار سوتيه. في البداية عندي قطعة ستيك ريب آي. شايفين هذه العروق البيضة المستترة اللي باللحم؟ هذه لما نيجي نعمل الستيك حتدوب معنا مع اللحمة وتعطينا ميكس كتير طيب. إذا حابين تاكلوا ستيك مثالي جيبوا قطعة الريب آي وشوفوا كيف بيكون لونها، ولما تمسكوها بإيدكم بتكون طرية. وسر من أسرار نجاح الستيك إنه لازم ما نحط ملح وفلفل أسود إلا قبل الطهي مباشرة، عشان هيك أنا حطيت على كل جهة ملح وفلفل أسود ورشة زيت زيتون ورح أبدأ أعمل الستيك مباشرة. في قلاية لازم تكون سميكة وحامية على النار، رشة بسيطة من الزيت، ورح أبدأ أحط قطع الستيك، وحطيت معلقة كبيرة من الزبدة عشان تحافظ لي على طراوة اللحمة، وإكليل الجبل اللي هو روزماري، وتومة كمان. ورح أخلي كل جهة 5 دقايق على نار متوسطة. أنا ما